بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل مخروطه. المخروطه دي يا جماعه اكله صعيديه حلوه خالص، عباره عن ميه وملح. هتحطي ميه وملح ودقيق بس. الملح طبعا ايه الكميه اللي انت بتحبي تحطيها. احنا كده دوبنا الملح اهو في الميه، وهنبتدي نحط الدقيق بتاعنا عشان نعجن المخروطه بتاعتنا اهي. الكميه اللي انت عايزه تعمليها كل واحد تبع الكميه بتاعته اللي هو اسرته. عايزه تعملي كيلو، عايزه تعملي نص كيلو، عايزه تعملي اللي انت اللي هتقدري تعمليه. انا هعمل طبعا بالبركه اهي، يعني كده حوالي كيلو كده دقيق هعجنه اهو. اهم حاجه يا جماعه العجينه، نملك العجينه اللي احنا هنعملها مملكه تمليكه حلوه. العجين اي عجين بيحب تملكيه. الواحد بيملك العجينه اهي تمليكه حلوه. علشان الحاجه اللي هي معملاها كده مملكاها بتبقى حلوه معاكي في المخبوزات، حتى لو هنعمل المخروطه. على قد هي بتاخد صح مجهود شويه بس اهو ننضف كده مواعينتنا اهو. احنا كده شوفوا ملكنا العجينه بتاعتنا ما شاء الله عليها، شايفين اعتبارها حلوه خالص اهي. بعد كده هقطع العجينه على قد ما هعملها، واسيب هقطع اهي الفطيره علشان اهي احطها واسيبها تريح. هتقطعي الكميه اللي انت عايزاها زي حسب ما انت عايزاها صغيره. احنا بنحب نعملها كبيره عشان ننجز اهي بالدقيق يعني اهو قد رغيف العيش الحلو. هنقطع العجينه بتاعتنا كلها كده وهسيبها تريح. هقطع كل الكميه دي كده اهي بنفس الكميه التقطيع ده، وهسيبه يريح. وبعد كده هوريكم ان شاء الله المخروطه يا جماعه دي اهي ريحنا. المخروطه دي يا جماعه اكله صعيديه من زمن السنين، طلعنا لقينا امهاتنا وجداتنا بيعملوها. اكله جميله وبتتعمل كذا حاجه، يعني مش بس مخروطه، بنعملها كذا حاجه. ممكن يعني ان شاء الله كده هنوريكم هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، قبل ما نبدا نعمل المخروطه بتاعتنا بنبقى حاطين الحله بتاعتها اهي على نار، على ميه على البوتاجاز تغلي، ونفضل نحط الحله كده اهي. هنجيب اهي الحله، هنروح نجيب معالق كده قبل ما نعمل المخروطه بتاعتنا. هنحط فيها كم معلقه دي، كم معلقه كده من الحلوين اهو. حطي معالق علشان البخار لما نيجي نعمل المخروطه اهي. نحط المعالق، نحط كذا معلقه فلفل خلاف اهي اهي. بعد كده هنغطي الحله بتاعتنا لحد ما نعمل المخروطه بتاعتنا. شوفوا يا حبايبي، احنا ريحنا العجينه بتاعتنا اهي. هناخد اول واحده ريحناها، هنرش دقيق عليها كده اهي، وهنسيب الباقي. يبقى عندنا دقيق اهو، هنرش الدقيق عليها وهنبتدي نفرد الفطيره بتاعتنا اهي. هتفرد الفطيره زي ما انت عايزه كده اهي. بس اهم حاجه انك انت ترشي دقيق علشان ما تلزقش معاكي وانتي بترقي. هنفرد الفطيره كده من التصوير بتاعنا
انا هفرد الفطيرة. هفرد الفطيرة كده اهي، فردة هنفردها فردة كبيرة على قد العجينة اللي انتي عاملاها. هفرد كل الفطيرة بالشكل ده. شوفوا الفطيرة بتاعتي انا بفردها على قد ايه ما اقدر اهي، شايفين اهي. على قد ما تقدري تفردي الفطيرة اهي. انا كده فردت الفطيرة بتاعتي، هرشها دقيق. ارش دقيق كده علشان رشه حلوه، وهبتدي الم الفطيره كده. هلمها حبايبي كده، واروح اسحب النشابه كده اهو. نبتدي نقطع ادي احنا كده ايه عملنا الفطيره. انا عندي هنا المكنه بتاعتي اهي، وعندي منخل اهو. انا بصور وانا لوحدي اهو. هبتدي ايه اظبط المكنه بتاعتي اهو. هجيب اللي انا عملته، هتعملي ايه كده اهو. نعمل الفطيرة كده كلها. في ناس احنا في الصعيد يعني ايه بنعملها ساعات يدوي، بس احنا عندنا دلوقتي المكنة. كانوا زمان امهاتنا وجداتنا يعملوها يدوي اهو. واللي بيحب يعملها يدوي لحد دلوقتي بيعملها، بس ايه المكنه دي ايه سهلت لينا المخروطه بتاعتنا. بصوا يا حبايبي انا خلصت اهي. هتبتدي بعد ما خلصتيها من المكنه وتنفضيها، تبتدي تنفضيها كده من الدقيق اهو اهو، وتروحي ايه تخبطيها المنخل. كل الدقيق اللي احنا حطيناه نزلناه، هنروح ونوديها دلوقتي على بصوا يا حبايبي اهو. الحله بتاعتنا بتغلى اهي. هنبتدي نحط ايه بتاعتنا، بس ننشف الميه خالص اللي هي العرقت عشان اهو. بعد كده اهو هنحط المخروطه بتاعتنا اهي على البخار عشان تستوي. هتفرديها كده فرده كويسه اهي. وهنجيب الغطا بتاعنا نغطيها نفس عشان تستوي. يا جماعه بصوا انا هعمل الفطيره الثانيه اهي. هتاخد الفطيره كده اهي. اهم حاجه الدقيق، تفردي عليها دقيق عشان المخروطه بتحب الدقيق. تفردي بقى فطيرتك بسرعه بسرعه. احنا مكبرين علشان ايه ننجز، يعني ما تعمليش الواحده صغيره وتقعدي لك ساعتين، لا.
اهو يا جماعه فطيرتنا ما شاء الله اهي. نديها لفه كمان. هنرش بقى عليها دقيق. هنعملها كده، هنفردها، هنطويها بقى ايه بالراحه. الطويه دي كده ايه بالراحه. وهنسحب المشابه بتاعتنا وهنقطع كده الفطيره بتاعتنا اهي. قطعناها. نجيب المنخل بتاعنا وهنعمل الفطيره بتاعتنا كده. هناخد التانية. بصوا عملناها اهي. هتنفضيها كده كده، اعمليها كده عشان ما تعجنش معاكي اهي. وبعدين تديها نفضه هنروح نحطها على النار اهو. بصوا يا جماعه احنا حطينا اول واحده، هنحط التانية برضو نفس الطريقه نفس الطريقه اهي. ونغطيها وهروح اعمل الكميه كلها نفس الطريقه واغطيها تستوي اهو. الفطيره يا جماعه اللي هي اهي بنعمل الكميه كلها اهي. رقي فطيرتك حلو كده. المخروطه بتحب تحط عليها دقيق جامد علشان تبقى معاكي مفلفله كده وما تلزقش. فطيره المخروطه غير الفطير المشلتت، بتحب تحط دقيق عشان تطلع معاكي. بصوا ما شاء الله عليها. احنا عايزين نكبر كمان، هنكبر اهي. استنى اهي شايفين؟ هنرش برضو رش دقيق. وهنطفي الفطيرة بتاعتنا. وهنسحب من الشابة كده وهنقطع زي ما قلنا كده. نخلص كل الكمية بتاعتنا بالطريقة دي. شايفين ما شاء الله عليها اهي. هنعمل كده فكيها كده من بعضها عشان ما تلكلكش معاكي. اهو يا جماعه كل ما بنعمل واحده بنسيبها تستوي ونحط التانية عليها اهي. هنسيبه كده بالشكل ده، الكميه كلها تستوي بالشكل ده. هي على فكره بتقطع، يعني لو عايزه تعملي كيلو بيبقى بيعمل الدنيا. هنسيبها بقى تستوي كده اهي. تعالوا نشوف المخروطه بتاعتنا اهي لما استوت اهي ما شاء الله عليها.
هنطلعها دلوقتي اهي، هنطفي عليها خلاص، هي استوت اهي اهي. هنطلعها دلوقتي كلها وهنشوف واحنا ما بنطلعها. شوفوا المخلوطه بتاعتنا ما شاء الله لما طلعت اهي استوت. هنبتدي نحط لها السمنه اهي، تفركيها بالسمنه بتاعتك، هتحطي كميه السمنه اللي انت عايزاه، بس من افضل انك انت تعملي ليها السمنه البلدي عشان تحسي بحلاوتها. هي كميه السمنه اللي انت عايزاها اهي. احنا بنحط لها السمنه اهي جامده وهي سخنه، هتسيح السمنه معانا اهي، هتسيح السمنه معانا خالص اهي، وهي سخنه مولعه. نحط السمنه هتسيح على وشها اهي، هتسيب السمنه بتاعتك تسيح كده اهي، لان احنا لسه مطلعينها من الحله بتاعتها ببخارها اهي ما شاء الله عليها. اذا وصلتوا معايا لحد كده للفيديو خشوا على القناه وشوفوا عملنا الحاجه الحلوه دي ازاي اهي. اهي السمنه بتاعتنا ساحت في المخروطه بتاعتنا اهي، شايفين ما شاء الله على المخروطه بتاعتنا اهي. الاكله دي اكله شتويه يا جماعه حلوه، يعني اكله من الاكلات الشتويه اللي بتدفي، فاهم؟ الاكله الشتويه اللي بتدفي اهي. شايفين حلاوتها اهي لما استوت وعملناها اهي. عايزه تاكليها باللبن، عايزه تاكليها بالعسل، عايزه تاكليها بالجبنه، اي حاجه طبعا ايه، كل واحد تبع الرغبه بتاعته اهو. احنا عملناها اهي، عملناها للي بيحبها، احنا بنحبها. تاكليها بسمنه يعني، تاكليها بعسل، تاكليها باللبن، باي انواع اللي انت ايه تبع الرغبه بتاعتك اهي. شايفين ما شاء الله عليها ازاي اهي. اذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.